واخيرا نتفليكس تعملها وتدبلج لنا اول 61 حلقه من ون بيس ارك الايست بلو كامل باللغه العربيه الفصحى. ويا ترى دبلجه سبيس تون احسن ولا دبلجه نتفليكس؟ هو ده اللي هنعرفه في الفيديو لما نكمله لحد الاخر. طيب ورجعت لكم بفيديو جديد، وزي ما انتم عارفين انا ما اقدرش اتاخر عنكم. قلتوا لي في الكومنتات يا تيفو سامباي اتفرج على دبلجه ون بيس بتاعت نتفليكس وتعالى قول لنا رايك، وقد كان بالفعل وفتحت نتفليكس ورحت شفت الحلقات وجاي اتكلم معاكم على الراي. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك وما تنسوش السبسكرايب. خلاص فاضل لنا تقريبا 80 مشترك ونوصل 2000 سبسكرايب، عايزين نوصل 5000 قبل نهايه السنه دي، وما تنسوش نوصل الفيديو ل 150 لايك. ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. قبل ما نبدا المقارنه ما بين دبلجه سبيس تون وبين دبلجه نتفليكس، خلونا نمسك الدبلجه اصلا بتاعت نتفليكس ونذكر فيها المميزات والعيوب. بعد كده نروح على سبيس تون ونقارن ما بين شخصيه ما بين الشخصيه دي هنا وهنا. يعني اول حاجه من مميزات الدبلجه بتاعت نتفليكس هي الاعداد. انا بعد سنين وسنين من سماع التحريف بتاع سبيس تون في ون بيس بالذات، وهنروح للنقطه دي بعدين. هناك أمر أخفيته عنك يا لوفي، سأطارد القلب الأسود. ألست من أتباعه؟ سمعنا أنك عضو في جماعته. فأنا خدعت عندما انضممت إلى تلك العصابة، فقد أخبروني أنهم يشكلون قافلة تجارية تجوب العالم. اشتقت اني اسمع ون بيس باللغه العربيه لكن بشكل نظيف، بشكل خالي من التحريفات. انا عايز اسمع القصه، عايز اسمع المصطلحات، عايز اسمع الاسامي، وعايز اسمع الشخصيات دي ناطقه باللغه العربيه الفصحى. الاعداد كان حلو والاصوات كان اغلبها حلو مش بطال، بل بالعكس كان في اصوات تكاد تكون ممتازه، وهنتكلم عنهم في نقطه المقارنه. تاني نقطه هنتكلم عنها هي ان الدبلجه تابعه لاستوديو لبناني. انا برضو زي ما قلت لكم للاسف قبل كده مش ملم غير بالاصوات السبيستونيه او السوريه كاسامي، وان انا اقدر اكون متابع تاريخ المدبلجين دول. والدبلجه بتاعتهم بصراحه كانت تحفه جدا. انا اخر حاجه سمعتها بالدبلجه اللبناني كان باتمان ذا انيميتد سيريز، ويعني ما كانش يعني انطباع عن الدبلجه دي ما كانش حلو خالص خالص خالص، لاني برضو شفتها بمقارنه وكومباريزن ما بين دبلجه سبيس تون وما بين دبلجه كارتون نتورك اللبنانيه. لا، أنت لست والدي وأنا لست وصمة عار. أنا الانتقام، أنا الليل، أنا هو باتمان. لكن دي كانت ذكرياتي عن الدبلجه اللبناني. لكن انطباعي عن الدبلجه اللبناني في ون بيس اتحسن جدا، اتحسن جدا. اللهجه ما كانتش مسموعه، ما فيش لهجه زي ما بيحصل مع الدبلجه المصري. الاصوات كانت حلوه، النبرات اغلبها مش كلها مختاره بعنايه، حلوه. محترمين العمل، محترمين تفاصيل الشخصيه. الشخصيه دي طبيعتها كذا فهنتكلم كذا، الشخصيه دي طبيعتها كده فهنتكلم كده، على عكس سبيستون اللي كانت بتسطح بعض الشخصيات برضو، وكانت بتخلي الاداء كله لاغلب الشخصيات بنفس المدرسه من نفس المنطلق اللي سبيستوني. حاجه تانية وهتستغربوا كلامي، ان من مميزات الدبلجه ان هي موجوده على نتفليكس وتم اصدارها موازيه للنسخه الاتش دي ريماستر. فانا بصراحه يعني ودني كانت مبسوطه ان انا بسمع حاجه باللغه العربيه، تمام، وعينيا كانت مبسوطه لان النسخه الاتش دي ريماستر بتاعتها كانت حلوه. هتقولوا لي ما هو في تورنتات كتير، ما هو ون بيس موجود على كرانشي رول، ما هو انا اولا كنت عايز اسمع الدبلجه العربيه، تمام. ثانيا الريماستر او الاتش دي ريماستر بتاع نتفليكس احسن بكتير من اي نسخه موجوده على كرانشي رول، لان انا بصراحه يعني اوكي الحاجات القديمه اللي بكواليتي قديمه بتدي جوايا احساس نوستالجيك شويه، لكني بكل تاكيد بفضل الكواليتي البصريه. انا احب اكون بتفرج وعينيا مبسوطه. فمن مميزات الدبلجه بتاعت نتفليكس ان هي اصدرت على نتفليكس موازيه للاتش دي ريماستر. لكن العيب الكبير او الواضح في الدبلجه ان مش اغلب بعض الشخصيات كان ادائهم مونوتونيك جدا. يعني كانوا يلا ورقه، يلا سكريبت، اذا يا لوفي ماذا سنفعل عندما الان مش عارف ايه. كان في تمثيل وكان في نبرات، مش هاخد منهم ده، لكن قراءتهم من السكريبت او طريقه التمثيل بتاعه قراءه الجورنان ان كل مشهد هنمثله بنفس الطريقه ما كانتش عجباني. يعني مع بدايه العمل ومع بدايه الدبلجه وانا بقول الله، طب ما الصوت ده حلو، الصوت ده حلو، الصوت ده حلو، الصوت ده حلو، دي كويسه جدا، ده ممتاز، دي ممتازه، رهيبه رهيبه رهيبه. تعال بقى اسمع المشاهد اللي بجد تميك سنس. لكن الدبلجه للاسف كانت حلوه، لكن المشاهد بقى اللي عليها الكريزه للاسف كانت قراءه سكريبت. حاجات منها كانت كده وحاجات منها كانت رائعه جدا. وقبل ما نخش على المقارنه، تقييمك يا تيفو سامباي لدبلجه ون بيس على نتفليكس كام من 10؟
يعني مش هقدر اديها اكتر من 7/10 واقل من 7/10. انا حاسس ان 7/10 رقم مناسب للي موجود حاليا وللبرودكت او للمنتج اللي موجود حاليا. واول صوت هنتكلم عنه في المقارنه هو صوت مونكي دي لوفي. خليني اقولها مبدئيا قبل اي حاجه، صوت الفنان زياد الرفاعي الله يرحمه في دبلجة سبيس تون كان اسطوري جدا، اكتر من الانجليش ومن الياباني. وكنت خلاص متصور ان بس لوفي بس يعني شخصيه زياد الرفاعي الله يرحمه وشطبنا. يا لها من لعبة مسلية جدا. جه المدبلج بتاع الدبلجه بتاعت نتفليكس كان خرافي جدا، اسطوري، اديله برضو 10/10. أنا مونكي دي لوفي وسأصبح ملك القراصنة. ما كنتش متوقع ابدا 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 ان الاداء يكون حلو للدرجه دي. يعني هو حرفيا كاني سامع لوفي الياباني، كاني سامع صوت مايومي تاناكا لكنها بتتكلم باللغه العربيه، ولو كانت صوتها ذكوري شويه. اداؤه كان حلو، طريقته كانت حلوه، طريقته في العبط وطريقته في الصراخ وطريقته في الكلام الجدي. الولد ده كان ممتاز جدا. ستكونين صديقتي دائما. وعلى قد ما انا بالنسبه لي ستيل زياد الرفاعي الله يرحمه يكسب، دبلجه سبيس تون تكسب، لكن ده 10/10. دبلجه او صوت لوفي في نتفليكس 10/10، لكن زياد الرفاعي الله يرحمه افضل مدبلج بالنسبه لي في تاريخ سبيس تون، فعشان كده يعني هو اللي ياخد الكيكه في شخصيه لوفي. رائع، إذا ستأتي معي. هذا جميل جدا. 20/10 15/10، لكن عندنا هنا شخصية لوفي تكسب على سبيس تون. تاني صوت معانا هنا وكان برضو من الأصوات المهمة بالنسبة لي إنها تتعمل كويس جدا، وهو صوت رورونوا زورو. كان مؤديه في نسخة سبيس تون الفنان برضو العظيم والرائع جدا والأسطوري مروان فرحات، اللي كان برضو عامل شخصيته بشكل حلو جدا، كان جايب نبرة حلوة جدا. يا لك من ولد ماكر، لقد وضعتني بين خيارين أحلاهما مر، لكنني لا أريد الموت هنا، سأذهب معك. لكن ممثل شخصية زورو في نتفليكس كان جايب نبرة مقاربة جدا ومشابهة جدا للياباني، وده الترند اللي هتسمعوه وهتبتدوا تاخدوا بالكم منه في أصوات نتفليكس بالعربي، إن هم قريبين جدا من نبرات الياباني. من أنت يا هذا ابن الشيطان؟ لا يهم، إن لم أذهب معك سأموت على هذه الخشبات. هيا بنا عثان. فأنه شخص يكسب معانا هنا للأسف الموضوع تعادل، لأن على قد ما تمثيل الأستاذ مروان فرحات كان أفضل ويمكن يكون أفضل بمراحل، لكن كنت حاسس إنه كان بيمثل شخصية تانية غير شخصية زورو. تمام، أنا ممكن في المقارنة أجيب لكم مشهد فخم وخلاص لشخصية زورو، فأكيد بكل تأكيد هيكسب الأستاذ مروان فرحات، لكن على قد ما تمثيل زورو كان زي ما قلت لكم في الأول كان مونوتونيك شوية، لكنه بكل تأكيد كان بيمثل زورو. الشخصية دي كانت شخصية زورو، فالمقارنة ما بين أداء كان حلو جدا وزورو كان حلو جدا، وعشان كده الموضوع بالنسبة لي تعادل. ثالث شخصية معانا هنا هنتكلم عنها، وهي كانت شخصية مهمة جدا بالنسبة لي، وهي شخصية أوسوب. كان بيقوم بتأديتها في مركز الزهرة وسبيستون الفنان عادل أبو حسون، فنان أسطوري جدا، جاب للشخصية نبرة حلوة جدا وأداء كان حلو ومنطقي. أما أنا يا أصدقائي فسأحقق حلمي في أن أصير محاربا بحريا يهابه الجميع. رأيك في دبلجة نتفليكس إيه؟ صوت أوسوب كان زي الزفت. أعتقد أنني سأذهب لأصبح محاربا بحريا شجاعا. أداؤه كان حلو، نبرته كانت زي الزفت. على الناحية التانية الأستاذ عادل أبو حسون كان أداؤه حلو جدا جدا جدا، وكان أوسوب حقيقي بنبرة ممتازة جدا ملائمة لشخصية أوسوب، فعشان كده باكتساح شخصية أوسوب تكسب على سبيس تون. رابع شخصية واللي بصراحة دي أكتر شخصية خدت فيها وقت على ما أبني رأي معين تجاهها، وهي شخصية سانجي. شخصية سانجي كان بيقوم بتأديتها في مركز زهرة الفنان القدير جدا محمد مصطفى، واللي معرفش مين المؤدي بتاع نسخة نتفليكس. يمكن الفنان محمد مصطفى كان جايب نبرة شبه الياباني شوية. هل تفعل بي ما شئت؟ فأنا لن أغادر هذا المطعم ما دمت على قيد الحياة. على قد ما الفنان بتاع نسخة نتفليكس كان جايب أداء شبه الياباني شوية. أرجو أن أعوض عليك هذه المشكلة بنبيذ ماسيدونيا هذا يا أميرتي. فأنا بصراحة ما بين نبرة كانت كويسة وما بين أداء كان كويس، لأن زي ما قلت لكم في شخصية زورو
الفنان محمد مصطفى كان كان بيمثل حلو جدا، لكنه ما كانش سانجي اطلاقا. فعلى عكس ما حصل في شخصيه زورو والموضوع خلص تعادل، هنا هضطر ادي البوينت لسانجي على نتفليكس. والشخصيه الاخيره معانا في الطاقم هنا ورقم 5 هي شخصيه نامي. نامي كانت بتمثلها في مركز زهره الممثله برضو القديره جدا سمر كوكش، واللي هنا برضو للاسف النقطه هتروح لنتفليكس، لان على قد ما نبره الفنانه سمر كوكش كانت حلوه جدا على نامي. أنا ضوءا مبهرا هناك، كلكم تعرفون ما أحلم به، أحلم برسم خريطة صحيحة للعالم. كانت لايقه على نامي، لكن النبره دي كانت اليق على شخصيه نامي وعلى المرجع بتاعي تجاه شخصيه نامي في الياباني او الانجليش، وادائها كان ملائم جدا على شخصيه نامي. الفنانه سمر كوكش كنت سامع ران، يعني التمثيل كان تمثيل شخصيه ران لكن على شخصيه نامي، لكن هنا الفنانه بتاعت نتفليكس كانت كويسه جدا. أردت أن أقول لك أن جميع الأطباق هنا شهية جدا، لكنها غالية بعض الشيء لكن خيبة الأمل الكبيرة كانت في المشهد اللي أنا عرضته لكم من شوية، وهو بتاع أرلونج وهي عمالة تدب السكينة في كتفها. كان نفسي المشهد ده يكون أقوى من كده، كان نفسي المشهد ده يكون أحلى من كده. وآخر قسم معانا هنا في المقارنة ورقم 6 معانا هي الشخصيات الجانبية والفيلنز. في الناحية بتاعت نتفليكس كان عاجبني جدا مؤدي شخصية باجي، كان عامل الشخصية حلوة جدا وكان جايب الشخصية برضو قريب من الياباني جدا. بس كده حرفيا ده الفيلن الوحيد اللي كان صوته حلو، ده الشخصية الجانبية الوحيدة اللي كان صوتها حلو. ممكن شخصية كوبي كان كويس، شخصية الفيدا كانت كويسة، بس برضو كمين فيلن وكمين ثريت وكشخصية مؤثرة في الأحداث باجي هو الوحيد اللي كان كويس، الباقي كله زي الزفت. على الناحية التانية لو جينا لسبيس تون هنلاقي ان باجي كان ممتاز جدا، أرلونج كان ممتاز جدا، كلاهادور كان ممتاز جدا اللي هو كابتن كورو بتاع كايا وأوسوب. بقية الشخصيات الجانبية والعناصر المحركة للأحداث كوبي الفيدا برضو الشخصيات دي كلها كانت أفضل وبمراحل. الفيشمن والمساعدين بتوع أرلونج البرمائيين كان برضو أصواتهم في الدبلجة بتاعت سبيس تون أحسن بكتير، فعشان كده النسخة دي وبكل تأكيد تروح وبكل فخر لسبيس تون. طيب يا تيفو سيمباي، بعد المقارنة وبعد النتيجة دي رأيك إيه عموما؟ ويا ترى لو حد هيتفرج على ون بيس لأول مرة يتفرج عليه بدبلجة سبيس تون ولا يتفرج عليه بدبلجة نتفليكس؟ رأيك إيه عموما في الموضوع ده ككل؟ رأيي إن لو حد بيتفرج على ون بيس لأول مرة روح اتفرج عليه بالياباني أو بالإنجليش، دي نسخ ممكن تديك أكبر فايدة ممكنة من الاستمتاع. لأن على قد ما أنا واحد عاشق للدبلجات العربي وبحب جدا 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 أسمع الأعمال باللغة العربية، أنا ممكن أتفرج على العمل بدبلجة معينة هقول لكم عليها كمان شوية، لكن نصيحتي ليكم لا، الدبلجة ما تعجبش أي حد، لأن دبلجة نتفليكس أوكي ما فيهاش تحريفات، أوكي فيها نبرات قريبة جدا، لكن كان في مشاهد تمثيلية وشخصيات شريرة وشخصيات جانبية كانت ممكن أصواتها تبقى أحسن من كده بكتير قوي 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 قوي. لكن على الناحية التانية من دبلجة سبيس تون التمثيل فيها كان خرافي والأصوات كانت حلوة جدا، لكنهم ما كانوش بيحترموا السورس ماتيريال. لو تفتكروا في الدبلجة بتاعت جوجوتسو كايسن لما كلمتكم في الفيديو اللي فات قلت لكم يغور العمل وتغور القصة، لكن أنا مش عايز أسمع في ودني كفر ومش عايز أشوف في عينيا عري. أوكي تمام، سبيس تون بيغطوا العري، تمام حلو جدا، بلس كبيرة لدبلجة سبيس تون، لكن هم حتى لما جم يحرفوا أو جم يعدلوا السكريبت بتاع ون بيس يعني ظلموه جدا. يعني لا كان في حاجات بتتحرف بدون داعي. يا برو اللحية البيضاء يعني ايس اتضحك عليه فبقى فرد في عصابة القلب الأسود اللي هو المفروض الوايت بيرد الأويا جي، بقى مجرد يعني لا تخبيصات وتخاريف كبيرة في الدبلجة بتاعت سبيس تون. ف لا أنا كتيفو سيمباي لو هتفرج على العمل لأول مرة بدبلجة معينة من الاتنين، لو هخير ما بين دبلجة من الاتنين هختار دبلجة نتفليكس، لأن على الأقل في دبلجة نتفليكس هكون بتفرج على ون بيس، مهما كان ممكن بعض المشاهد التمثيلية مش كلها، بعض المشاهد التمثيلية كانت ضعيفة، لكن في دبلجة سبيس تون أنا هتفرج على تمثيل حلو جدا لكنه عمل مشوه لأبعد الحدود وأبعد ما يكون إني أسميه ون بيس. بس ودي كانت كل حاجة عندي أقولها في الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات وقولوا لي رأيكم في ون بيس عموما، هل انتوا بدأتوا فرجة على العمل ده ولا لسه؟ سمعتوا الدبلجة بتاعت نتفليكس ولا لأ؟ سمعتوا الدبلجة بتاعت سبيس تون ولا لأ؟ رأيكم أنه نسخة كانت أحسن؟
رأيكم في رأيي ايه؟ وتعالوا نرد على الكومنتات. لو ما تعرفوش ده فأنا بقرأ كل الكومنتات وبرد على كل الكومنتات، فتعالوا نتناقش تحت. هل دبلجة سبيس تون أحسن؟ هل دبلجة نتفليكس أحسن؟ ودي كانت كل حاجة عندي في الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش اللايك وما تنسوش السبسكرايب، وأهم حاجة لا تجعل مشاهدة الأنمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.